السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جيتكم بعصير اقتصادي وفي نفس الوقت كيعطينا كميه كثيره. نتمنوا انه ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. بلا ما نطول عليكم ندوز معكم مباشره المكونات اللي غادي نحتاجو فيه والطريقه باش غادي نخدموهم. مكونات غادي نحتاجو: واحد ليمونه كبيره، برتقاله، واحد الحامضه حتى هي كبيره، وكذلك تفاحه وحده كبيره. الا كانوا صغار تقدروا ديروا جوج تفاحات صغار. مباشره غادي ندوز معكم الطريقه ديال التحضير. نحاولوا ناخذوا داك الحامضه وداك الليمونه نحكوا ليهم داك القشره رقيقه من الفوق في الحكاك على هذا الشكل كما كتشوفوا. نحاولوا اننا ما ندخلوش في القشره البيضاء باش ما تعطيناش المروره، نحيدوا غير داك الجلفه رقيقه الصفراء من الفوق صافي. كما كتشوفوا حكيت الحامضه انتم حتى خليت لي هذاك القشره البيضاء ما قصتهاش، غير داك الصفوريه من الفوق اللي حيت. وكذلك بنفس الطريقه حكيت الليمونه حتى هي البرتقاله. ومن بعد غنحاولوا اننا نقيوهم، نحيدوا ليهم القشره، نقشروهم ونحيدوا ليهم كاع داك الجلفه البيضاء والعظومه اللي فيهم لداخل باش ما يطلقوش لينا المروره. ونحاولوا حتى داك الجلفه البيضاء اللي كتكون لاصقه من بعد ما قشرنا داك الخيوط البيض وداك الشيء نحاولوا نقيوهم نحيدوهم كاملين باش ما يطلقوش لينا المروره. وهاد العصير هذا غير بهاد 3 ديال المكونات، تفاحه وحبه ديال الحامض وحبه ديال البرتقال، كيعطيونا يخرجوا لينا 2 اطرو ديال العصير بكميه اللي هي زعما 2 اطرو كثيره، وفي نفس الوقت كيجي خاتر وكيجي بنين في نفس الوقت. نتوما كيما شفتوا معايا نقيتهم مزيان على هذا الشكل، وغنحاول انني نقطعهم باش نشوف واش ما كاينش فيهم العظومه لداخل ونقيوهم. مازال الليمونه ما لقيتش فيها، البرتقاله ما لقيتش فيها العظومه، ولكن الحامضه كان فيها العظم. حاول انني نقيتو ليه كامل، ما خليت فيه حتى شي عظمه، حيت الا خليتو شي عظمه ولا كتطلق لكم داك المروره وغيجي العصير ديالكم شويه مر. حاولوا تقلبوا مزيان على العظومات تحيدوهم صافي. قطعتو على هذا الشكل هكايا وضفنا على داك القشره اللي كنا حكينا وصافي. غناخذوا على التفاحه على هذا الشكل، نقيناها خليناها بقشورها، حيد لينا غير القلب لداخل، ونقطعوها على شكل عشوائي كما كتشوفوا على المكونات اللي درنا في الاول. ودابا غادي نضيفوا الماء. عندنا 2 اطرو ديال الماء، ولكن ما غاديش نضيفوها في دقه واحده. دابا غادي نضيفوا غير اطرو الاول حتى المرحله الثانيه، عاد غادي نضيفوا الاطرو الثاني. انتم كما شفتوا خويت انايا اطرو ديال الماء وصافي. غادي نوضعوا الطنجره ديالنا فوق البوطه ولا الكسرونه، المهم الاناء فاش غادي طيبوهم، وغادي نشعلوا عليهم العافيه. ما نخليوهمش حتى يطيبوا مزيان يغليو، غير تبدا تطلع فيهم الغليه كما غادي تشوفوا معايا. غير تبدا تطلع فيهم الغليه صافي كتطفيو عليهم مباشره. هانتوما كما شفتوا غير بدات تطلع فيهم الغليه، طفيت عليها البوطه وحطيتهم جانبا. كتخليهم يبردوا غير واحد شويه، ماشي حتى يبردوا كاع، المهم غير القياس اللي يقدر الخلاط ديالكم يتحمل ديال السخونيه، وكطحنوهم. ومن بعد ما طحنا العصير ديالنا نحاولوا اننا نصفيوه شي صفايه باش نحيدو منو داك القشره ديال التفاح وداك الجلوف ديال الحامض وديال الليمون وصافي. وهنايا غتجي المرحله اللي غادي نضيفوا فيها الاطرو الثاني ديال الماء اللي قلت لكم. حيت في الاول قلت لكم راه 2 اطرو، الاطرو الاول كنديروه في الاول والاطرو الثاني غادي نضيفوه دابا في هذه المرحله هذه باش نكملوا 2 اطرو ديالنا. وكيجي خاطر مع ذلك تقدروا ديروا 2 اطرو ونص، الا زعما بغيتو يجي جاري شويه تقدروا ديروا حتى 2 ونص، راه غيجيكم مزيان. انا هنايا درت 2 اطرو ديال الماء صافي. وحاولت صفيتو مزيان. من بعد ما صفيتو رديتو الاناء اللي طيبتو فيه في الاول، حيت مازال غنعاود نطحنو، ما بغيتش نطحنو في كاسرونه ديال التيفال. وزدت ليها هنايا السكر على حسب الذوق، كل واحد يدير الذوق ديالو ديال السكر العبار اللي بغا. وضفت بنانه، تقدروا اي نوع ديال الفواكه بغيتو تضيفوها تقدروا تضيفوهم، وتقدروا تستغناو على حتى حاجه، غير داك المكونات الاولين كيجي بنين وصافي. كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا. راه اصلا دابا راه باقي سخون وكيبان خاطر، اما هو كل ما برد كيزيد كيختار. نتمنى اني نكون فتكم بهذه الوصفه ديال اليوم، خصوصا بما ان دابا رمضان على الابواب كنحتاجوا عصائر بزاف، كنديروهم بزاف. نتمنى انني فتكم بهذه الوصفه ونتمنى انها تعجبكم. ولا عجبتكم ما تنسوش تقولوا لي في التعاليق. وخليتكم على خير، بسلامه عليكم، نتلاقاو مع فيديو جديد ان شاء الله.